إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمود عرابي. محمود، أيضا في حمص ناشطون تحدثوا عن خروقات لإطلاق النار تمثلت في قذائف وإطلاق نار في أكثر من حي في الحقيقة في حمص، ما التفاصيل؟ نعم، حصلت هناك بعض الخروقات لاتفاقية عنان، حيث أطلق حاجز القلعة في وسط حمص ثلاثة قذائف اتجاه حمص القديمة فقط في مارغوز، كما أن التدريبات منتشرة في حي القرابيط أطلقت أيضا قذيفتين اتجاه حي القصور المجاور لحي القرابيط، وقذيفة وحيدة فقط اليوم في حي الخالدية أدت إلى إصابة 6 أشخاص. في حمص وحدها اليوم هناك 3 قتلى، أحدهم في القصور أمين حدود، وقتيل آخر في حي الرياضة قتل قنصر علي الصالح، وقتيل آخر من باب البريد أيضا برصاصة قناصة القتيل مصطفى المشروع. وبالنسبة لعودة النازحين يقول الناشطون بأن ما من بيوت يعود إليها النازحون، فمدينة حمص مدمرة تماما. حمص القديمة دمرت، أحياء باقوس وصفافة وباب الساعة فيها أي بيت صالح للسكن. كذلك في حي الخالدية تعرضت حمص طيلة الشهر الماضي بأكثر من 90% من بيوته دمرت تماما، ولا يوجد أي مكان آمن. القناصة ما زالوا ينتشرون على أسطح المباني. قناص قيادة الشرطة اليوم استهدف أحد المارة، ولكن وهو الآن في حالة حرجة. قناص آخر على مديرية الصحة يشيل حركة حي القصور وجورة الشياح. ماذا عن انسحاب الآليات محمود؟ هل هناك أي من أحياء حمص انسحبت منها الآليات العسكرية؟ أبدا لم تسحب أي آلية عسكرية من حمص، ما زالت الحواجز متمركزة مكانها. على العكس، يوم أمس تم تعزيز حاجز آخر في مدينة القصير، تم جلب 7 دبابات من مطار الضبع المجاور لمدينة القصير، وتم إنشاء حاجز جديد قبل المدينة مكان الساحة وهي الساحة المعروفة في مدينة القصير. بالانتقال إلى الريف أيضا، مدينة الحولة ما تزال محاصرة ب7 حواجز تطرق المنطقة تماما، أو الحواجز العسكرية وقوات النظام تمنع دخول المواد الغذائية والأدوية والمواد الإسعافية، وتمنع دخول الوقود الصحي. أيضا قرية الباركية طلب